السلام عليكم اخوتي وحبايبي، اهلا بيكم، نورتوني. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. هنعمل مع بعض ميني بيتزا بطريقة سهلة وبسيطة. هنحتاج كيلو دقيق، نص كوباية زيت، نص كوباية مية، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، معلقتين لبن بودرة وذرة ملح. لو ما عندكيش لبن بودرة ممكن تستبدليه بنص كوباية لبن. هتحطي الخميرة والسكر والمية وهتقلبيهم كويس وهتسيبيهم دقيقتين. بعد كده هتحطي الدقيق بتاعك والمكونات في العجان وهتبداي تعجنيه. هتزودي المية دافية شوية بشوية على حسب ما العجين بتاعك يحتاج مية. ما عندكيش عجان ممكن تحطيهم في بولة وتعجنيهم بايدك، مفيش مشكلة. بعد ما تعجني العجينة هتلميها بايدك وهتدهنيها زيت وهتحطيها في طبق وهتغطيها بفوطة نضيفة او مفرش عجين وهتسيبيها في حتة دافية ربع ساعة. بعد ربع ساعة هنلاقي العجينة بتاعتنا خمرت وحجمها اتضاعف معانا. هنبدأ ناخدها ونشتغل فيها ونعملها الاشكال اللي احنا عايزينها. هفرغ منها الهواء بس وهبدأ اقطعها كور. هتعملي الكور بالحجم اللي انت عايزاه، صغيرة او وسط براحتك. هتعملي اول واحدة هتظبطي عليها الحجم او المقاس اللي انت عايزاه، وبعد كده هتحاولي تعملي الباقيين بنفس المقاس. في الوقت اللي كانت العجينة بتخمر انا عملت صلصة البيتزا وما صورتهاش في الفيديو ده لان انا كنت عاملاها في البيتزا اللي قبل كده. هتعملي فصين توم مهروسين هتحمريهم في معلقة زيت، وبعد كده هتحطي عليهم عصير طماطم، معلقة صلصة جاهزة، والبهارات بتاعتك. هتوطي عليها النار وهتسيبيها تتسبك براحتها. بعد كده هتطفي عليها النار وهتسيبيها على جنب لغاية ما تخلصي بقية خطوات العجين. ممكن تكوري العجينة بايدك وممكن تكوريها على الرخامة زي ما انت عايزة. هتعملي العجينة كلها كور وبعد كده هتبدأي تحطيها في الصاج. ممكن تبطي البيتزا او تفردي البيتزا بتاعتك على الرخامة وبعد كده تنقليها في الصاج، وممكن تحطيها في الصاج وتفرديها جواه. انا خلصت كل الكور اللي معايا. هبدأ احطها في الصاج وهسيب مسافة بين كل واحدة والتانية علشان لما افردها ما تلزقش في بعضها. مش هتعرفي تعملي كده يبقى افرديها على الرخامة الاول وبعد كده ابدأي انقليها في الصاج بتاعك. هتفرديها بظهر الطبق او هتفرديها بايدك زي ما انت عايزه. بعد كده هتبداي تحطي عليها الصلصه. عايزه تختصري الوقت بتاعك يبقى في طريقه حلوه هتعملي بيها. هتبداي تحطي الصلصه على كل البيتزات بتاعتك. بعد كده تبداي تحطي الزيتون وتبداي تحطي الجبنه وتبداي تحطي الحشو، كده هتختصري الوقت وتخلصيها بسرعه. هتحتاجي جبنه موتزاريلا، زيتون شرايح اخضر او اسود. بعد كده الحشو على حسب راحتك او حسب ما ولادك بيحبوها. ممكن تعملي سوسيس، ممكن تعملي بانيه، ممكن تعملي جمبري، ممكن تعمليها بالتونة. خلاص انا هحط عليها الجبنة. انا معايا جبنة موتزاريلا وجبنة رومي مبشورة وجبنة ميكس علشان انا عندي حد في البيت ما بيحبهاش باللحوم خالص، هم بيحبوها بجبنة بس. فجبت يعني ميكس جبن علشان يبقى طعمها كويس. هنا انا عملت شوية بالشرايح السوسيس وشوية بشرايح اللانشون متقطع قطع صغير. هبدأ اضيف عليها الجبنة. طبعا البيتزا اللي انا هعملها بالجبن بس هتوسى بيها شوية بالجبنة علشان طعمها يبقى كويس. هحط بقى الزيتون بتاعي. ممكن تستخدمي زيتون اسود او اخضر، ممكن تحطي الاتنين على حسب ما انت عايزه. خلاص انا هخلص الزيتون وهبدأ احط برضو شوية جبنة رومي، وانا سايبة شوية جبنة موتزاريلا هحطهم على وشها بقى في الاخر. خطوات سهلة وبسيطة وهتعمليها في اي وقت. بعد ما تخلصي البيتزا بتاعتك هتسيبيها ترتاح حوالي 10 دقايق برضو او ربع ساعة.
وهتسخني الفرن بتاعك على درجة حرارة عالية، وهتحطيها عشان لو حطيتيها على درجة حرارة هادية هتنشف منك. دي شكل البيتزا بعد ما سويناها في الفرن. دي البيتزا اللي بالجبنة، وبوريك الجبنة بتمط معاكي ازاي وجميلة. وبالهنا والشفا. لو عجبك الفيديو بتاعي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.